تجسيد الأمنيات مهارة موجودة عند الناس كلها. أي حد بيفكر في حاجة يقدر يجسدها، بس الناس ما تعرفش إنها تقدر تعمل كده. أنا نفسي ما كنتش واخدة بالي لغاية لما حصل أنا هقوله لكم ده، وبديت أركز مع نفسي وأحكي لكم بقى. أنا كنت محتاجة تابلت في شغلي، عشان ده في نوت باد هيساعدني أصلح الهومورك مع الستودنتس بتوعي، وفي ممكن أنزل عليه الابليكيشنز اللي على التليفون علشان يبقى عندي مساحة أكبر أستخدمه في شغلي. وكمان أنا كنت عايزة مواصفات معينة، كنت محددة قوي، عايزة يجي مع كيبورد، مش أجيبه وبعدين أشتري كيبورد، لا عايزة معاه. وكنت عايزة معاه بن علشان نوت باد ضروري، يعني مش هجيبه وبعد كده اشتري بن. فانا كنت محدده قوي، محتاجه اندرويد، محتاجه لينوفو مش سامسونج. يس السكرين بتاعته مناسب للي انا بعمله، تمام. انا كده تمام، انا كنت محدده قوي. آه، كل يوم الصبح اصحى السيرش، ادور على التابلتس الاندرويد مواصفاتها ايه، بتيجي مع ايه، اسعارها، كل التفاصيل بتاعتها كنت قاعدة بسيرش فيها. مع ان عندي لابتوب، بس اللابتوب كنت حاسة انه ضخم جدا، وانا بحطه وسط الورق والباترونات والكتب اللي قاعدة اقراها وادوات الخياطة وادوات الرسم، كل حاجة في نفس المكان. فكنت حاسة بصراحة، يعني انا كنت حاسة اني مضغوطة، فانا كنت عايزة اصغر اللابتوب شوية، عشان كده كنت عايزة تابلت. فقعدت كل يوم اعمل سيرش للتابلتس، لغاية لما في مرة صحيت من النوم لقيت اللابتوب ميت، مات خلاص. ادوس على زرار عشان اشغله، مفيش. اغير البلاج، يا ابني صلي على النبي، انا عندي شغل، ستودنتس هيبعتوا لي هوم ورك، اللايف ايفنت قرب، انت جاي تموت دلوقتي؟ كلمت قريبتي، انا طبعا لا بخرج ولا حاجه، شغلي في بيتي وبيتي في شغلي والاتيليه اهو، يعني هو ده مكاني، ما بروحش في حته، انا بس حاجه بطلبها اونلاين، بس مش الاجهزه بقى، يعني مش الاجهزه اللي لازم معاها ضمان والحاجات دي. فكلمت قريبتي قلت لها اللي حصل، قالت لي طب يلا بسرعه. فهي خدتني ورحنا المول اللي فيه بيبيعوا الحاجات دي، واول محل دخلناه ما لقيناش كل اللي انا عايزاه. سألنا حد تاني في المول، يعني حد بيشتغل عنده محل، قلنا له احنا عايزين كذا، ايه احسن مكان؟ شاور لنا على مكان. دخلت لقيت كل اللي انا عايزاه بالظبط، نفس المواصفات، وكمان بالاضافه لكده في حاجات انا ما كنتش اعرف عنها حاجه، بس طلعت هتفيدني في شغلي برضو، وخدته. واحنا خارجين من المول لقيتها بتقول، هي طبعا اللي سايقه، لقيتها بتقول احنا راكنين قدام المول. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ دي حاجه عمرها ما بتحصل. احنا كنا في مصر الجديده وفريش اور، كانت الساعه تقريبا 4 وشويه، والشارع اللي احنا فيه ده الناس ممكن تعدي تشتري اي حاجه، يعني مثلا حد خارج من شغله عايز يجيب قهوه فيعدي على الشارع ده في مصر الجديده، اي حاجه يعني. احنا فريش اور، ومع ده ركننا قدام المول بالظبط. طبعا كل الحاجات دي انا ما كنتش مركزه فيها، انا مركزه في اللايف ايفنت والستودنتس اللي هيبعتوا الهوم ورك، هو ده انا كنت بفكر فيه وقتها. بس لما بقى خلاص يعني عندي التابلت، هديت، شغلته، حليت المشكله بتاعه تعطيل الشغل، وركزت ان انا كنت بعمل مانيفستيشن وانا ما اعرفش، لاني ملهيه، لاني قاعده ملهيه في حاجات تانية. بس انا كنت بعمله ده اسمه تجسيد الامنيات، يمشي على اي حاجه، على التابلت زي ما حكيت لكم، وعلى ازاي نبقى برو في الخياطه، ازاي ننجح في الحاجه اللي احنا بنحبها. انا اصلا في مدرسه برانيك هيلينج، وبندرس ماده اسمها كرياشاكتي، ازاي نجسد امنياتنا. انا اكتشفت اني بعمل ده من غير ما اخد بالي. انا طبعا قاعده بذاكر كرياشاكتي وبشتغل ومفيش كلام، ما فيهاش هزار، لان يعني دي ماده مهمه، بس هي الفكره ان انا كنت بعمل ده برضو قبل ما ادرسها، لان عشان كده انا بقول لكم اي حد يقدر يعمل ده. بصوا، انا كنت عايزه اتعلم باترون وخياطه، ومش عارفه اعمل ايه، وكنت جديده في مصر ومعرفش اماكن، وقاعده بحد مريض، والسوبر ماركت بس اخري، يعني ما اعرفش ابعد من كده، ومش عارفه اتصرف، وعايزه اتعلم باترون وخياطه. فكلمت واحده قريبتي قلت لها انا ما افهمش يعني ايه باترون اصلا. قالت لي طيب
انا هجيب لك المجلات بتاعت البورده بتاعت مامتي. مامتها الله يرحمها كانت مدرسه اقتصاد منزلي، والستات زمان كانوا بيجيبوا مجلات البورده دي ويطلعوا منها باترونات. فانا قلت ايه افهم يعني ايه باترون. طلعت بقى، هي جابت لي كميه مجلات غير عاديه، كميات. حاولت بقى اطلع الباترونات دي، هما بيتقطع كده من المجله، وافتحها والاقي نفسي مش فاهمه ولا حاجه ولا حاجه. ما سكتش، كلمت واحدة ست كبيرة في العيلة، قلت لها أنا يعني أنتوا كنتوا إزاي بتطلعوا الباترونات من البوردة زمان؟ قالت لي ما هي فيها كل التفاصيل. ليه مش عارفة؟ قلت لها لا مش عارفة يا بنتي، ما فيها كل حاجة. قلت لها مش عارفة يا طنط، مش فاهمة حاجة، مش فاهمة. ما سكتش، فضلت قاعدة أحاول إزاي أوصل باترون بس كده. هو على فكرة بيتشاف مش بيتقص، يعني ما نبوظش الشغل، لان هو الورقه الواحده بقى عليها اكتر من قياس. فانا كنت بقص، بعمل اي حاجه يعني، بتصرف، بحاول اطلع باي حاجه. وطبعا برضو في الاخر انا ما عملتش حاجه، لكن كنت بحاول شويه. بكلم مع واحده صاحبتي في التليفون وبحكي لها ان انا عايزه اتعلم باترون خياطه ومش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. فلقيتها بعد كام يوم بتتصل بيا بتقول لي ان ابنها راجع مصر قريب وهيجيب لي مكنه خياطه هديه. قلت لها ايه ده منين ده؟ قالت لي ان جوزها بيجهز مصنع، هو مدير انتاج مصنع، وهو عايز يبتدي بقى البيزنس الخاص بيه. فلما عرف ان انا عايزه اتعلم قال لنا ليها مكنه خياطه هديه. فمكنه الخياطه جات لي فعلا وانا قاعده في البيت، انا ما كنتش لسه بتحرك ولا بخرج في اي حته. افتح مكنه الخياطه مش فاهمه ولا اي حاجه ولا حاجه، احاول ان انا الضم الخيط، مفيش. خايفه ابوظها، هي مكنه جايه لي ببلاش اصلا، بس انا بحبها يعني، نفسي فيها، فخايفه ابوظها. ف كل شويه افتح الصبح اتفرج عليها كده لو صباح الخير، وبعدين اقفل تاني واروح اشوف بقى هعمل ايه في حياتي، لان انا مش فاهمه حاجه. كنا ناقلين بيت جديد، وبعدين عاملين عشاء والعيله كلها متجمعه. ف فتحت الموضوع قدام ست لطيفه جدا، هي قريبتنا من زمان، طول عمري اعرف انها مهندسه. فجأة لقيتها بتقولي مالها المكنة، يعني مالها في ايه، عمالة تشتكي مش عارفة تشغلي المكنة، مالها فيها حاجة غلط؟ قلت لها لا يا طنط انا مش عارفة اشغلها اصلا، يعني انا مش فاهمة فيها حاجة. قالت لي طب هاتيها، مالها ما فيهاش حاجة، هاتي اوريكي. قلت لها تعرفي خياطة يا طنط؟ قالت لي اه بدرس خياطة، بتعمل عمل تطوعي في جامع، بدرس الستات خياطة علشان يقدروا يسبورت العيلة، الناس الفقراء لما جوازهم بيموتوا وبيطلقوهم عندهم ولاد، فهي بتساعدهم ان هم يعملوا يتعلموا حاجة تفيدهم في حياتهم، يقدروا يشتغلوها عشان يصرفوا على الولاد دول. تعمل دعم تطوعي. ورتني على المكنة، فهمتني كل حتة فيها. صراحة أنا شفطت كل المعلومات اللي هي قالتها. كل الحاجات دي كانت بتحصل وأنا قاعدة في البيت. على فكرة أنا ما كنتش وقتها أقدر أتحرك زي ما قلت لكم، لأني كانت ظروفي كده. لكن بعدين لما بقيت أقدر أتحرك، بدأت أسيرش على أماكن عشان أتعلم بقى باترون وخياطة. اوكي، اول ناس رحت لهم ما كانوش احسن حاجه في الدنيا، وانا حكيت ده 900 مره، يعني كل الناس عارفه المعلومات دي. عقدوني، ضايقوني، يعني حتى كانت في واحده المدرسه اللي هناك دي يعني اصغر مني سنا. انا على فكره لو حد بيدرسني واصغر مني بحترم السن جدا، يعني بحترم ان هو تيتشر. اوكي، فرغم فرق السن الا اني كنت بتعامل معاها لانها تيتشر، ففرق السن ما خلانيش اتعامل معاها لانها بالنسبه لي ايدي اصلا. فانا بحترم ده جدا، لكن في نفس الوقت كانت هي اللي بتتريق عليا. وانا اكتشفت بعد ما خلصت ان يعني كانت تقعد تقول لي ايه ما بالراحه يا منى، ايه الشغل، ايه مالك سريعه كده ليه؟ كانت تقول لي ايه، تقول لي صابرين بخير، يعني انا صبرت عليكي كتير وانتي كمان صبرتي اهو، فطلعتي بقى ايه البلوزه اللي ما تتلبسش اللي انا عملتها في الاخر. وما عدا استحملت، واكتشفت ان هما مش شطار، بس ما سكتش. كنت قاعده يعني في مكان كده بزور ناس قرايبي، وحكيت لهم انا قاعده بسيرش ومش لاقيه مكان اتعلم فيه باترون خياطه، ومتضايقه جدا جدا ومش عارفه اعمل ايه، بس مكمله يعني مش مشكله، بدور برضو مش مشكله. فلقيتها بتقول لي قريبتي بتقول لي وتدوري ليه؟ ده في صاحبتي اختها راحت مكان وكان قريب منهم جدا جدا، قريب من بيتهم،
ده هنا، ده مش عارف شاورت لي فين، ده هنا اتعلمت وشاطرة جدًا على فكرة، وبتعمل حاجات حلوة أوي. بجد أنتم عارفين الreaction بتاع هنيدي في عندليب الدقي لمّا عرف إن أخوه عنده hotel وهو هيغني فيه وعنوانه بقى وكده، أنا فعلًا يعني عنوانه، قولي لي عنوانه أروح. رُحت سألت في المكان ده قالوا لي: "آه في كورسات باترون وخياطة بس مش دلوقتي كمان 3 أسابيع." قُلت لها: "لأ ده كتير." قالت لي: "هو التاريخ يعني الميعاد." قُلت لها: "طيب احجزي لي أي كورس، أي كورس تاني مش مشكلة على ما يبتدي ده." أنتم عارفين اللي أنا عملته ده؟ أنا حطيت نفسي في الatmosphere في ال آآ في ال في يعني إيه، في المكان اللي فيه الenergy بتاعة الباترون والخياطة. يعني مش أروّح البيت وأفضل مستنية 3 أسابيع، لأ، طَب أنا هانُط لكم بقى كل يوم لغاية ما تبتدوا الcourse. أنا قُلت أنا مستحيل خلاص لقيتكم، دفعت فلوس الcourse وبعدين سألت على courses تانية، فاكرين لمّا قُلت لكم أنا كنت باتعلم fashion drawing هو كان بسبب ده، بسبب إن لسه الcourse بتاع ال ال آمم، الخياطة مش هيبتدي دلوقتي، فقُلت خلاص أنا كل يوم عندكم لغاية ما تبتدوا. فأخدت كورس الفاشن دراونج اللي أنا ما كنتش شاطرة فيه خالص لغاية دلوقتي أعترف، كنت باقيس المانيكان مثلًا في نسب للجذع، نسب للرجلين وكده، أنا بصراحة كنت ماسكة المثلث وقاعدة باخد القياسات، فده مش طريقة شغل مضبوط في الفاشن دراونج لكن طيب تمام ما فيش مشكلة، أنا كنت مش فارق معايا غير إن أنا كمان 3 أسابيع هادخل كورس الباترون والخياطة. كل ما أخلّص الcourse هو كان دورين، كل ما أخلّص الcourse فوق آآ أنزل atelier الخياطة تحت، أنزل ألِف الatelier، أفضل ألِف الatelier، حطيت نفسي في الatmosphere وهو ده اللي بيجسّد الأمنيات، هي دي الطريقة بتاعة تجسيد الأمنيات، بس أنا عايزة أعمل إضافة واحدة بس، كل اللي أنا قُلته صح، سواء في الtablet سواء في الخياطة، بس أنا هاضيف زي ما باقول لكم إضافة واحدة عشان توصلوا لإن أنتم تبقوا pro في الباترون والخياطة وتحققوا أمنيتكم، لازم تشتغلوا كتير أوي. أنا اشتغلت كتير أوي ولسه باشتغل وهافضل أشتغل، أنا باحب ده. فإزاي تبقوا pro كل اللي أنا حكيته plus إن أنتم لازم تشتغلوا على نفسكم كتير أوي، تجربوا باترونات كتير، تبوظوا عادي، تقطعوا ورق، تهدروا خامات عادي، اقفلوا على نفسكم واشتغلوا، هي دي الطريقة. شكرًا لوقتكم، شكرًا لمتابعتكم، وأتمنى الcontent يكون عجبكم، لو عجبكم please like and share واعملوا subscribe للchannel واضغطوا الnotification bell. أشوفكم الفيديو الجاي.